بس المفروض ترجع، هي فاول. شوف هنا خطأ ولا مش خطأ؟ هذه الآن وصلت لإعادة بعد نهاية المباراة يوسف. هذه اللقطة الآن وصلت بعد نهاية المباراة. بعد المباراة بعد المباراة لماذا؟ بعد ما خلاص بس أنا أقول لك هذه زاوية أوضح. كان زاوية أوضح، لكن هي خطأ محمد، خطأ هنا. شوف بس هنا دور الفار، الحكم يمكن لا يشاهد. شوف مباراة هذه، بس هذا خطأ يعني مؤثر جدا مؤثر جدا. شوف تدخل، شوف راح برجله. هناك إعاقة، هذه فاول. المفروض يلغى الهدف ويرجع للفاول. صحيح، أنا أتفق معك. لخصت لكم هذه اللقطات مشوار وطريق انتر وصولا إلى المباراة النهائية بعد أن أصبح أول الواصلين لنهائي ميونخ 2025 لدوري أبطال أوروبا، بعد أن أقصى برشلونة في مباراتين مثيرتين سيبقيان حتما في تاريخ دوري الأبطال عبر السنين. كابتن حاتم، انتر في المباراة النهائية يعني يستحق أن يكون متواجد حقيقة. لما نعود إلى المباراتين سجل 7 أهداف، صحيح على مستوى الدفاع مقبل 6 أهداف، لكن الفريق سجل أهداف. اليوم أكيد في المباراة يمكن داخل المباراة يدافع، لأنه يعلم على مستوى الإمكانيات لا يستطيع أن يجاري برشلونة أن يضغط عليه، ولذلك قام بالبلوك. كان متأخر، سجل هدفين. برشلونة في الشوط الثاني شاهدنا بأسلوب مغاير. هذا من الأهداف اللي سجلهم بعد قطع الكرات من أولمو. مارتينيز سجل الهدف الأول هنا وشيد بدمفريس، وأنا أتفق مع رود على مستوى دمفريس. ثم ذكاء مارتينيز مرة ثانية يضع رجله أمام كوبارسي، تحصل على الجزاء وسجل هدفين. القوة الشوط الثاني أنه برشلونة استطاع العودة، وهذه ميزة لبرشلونة، ليست أول مرة أن يعود في المباراة. سجل 3 أهداف اللي كانت من المفروض أن الفريق يكون يحافظ على الهدف، لكن لا نعلم هل فاول. أنا نتكلم أنه فريق الإنتر يعني تشيربي سجل هدف التعادل في الدقائق، يعني دقيقتين قبل العودة أو قبل نهاية المباراة. هنا الإنتر قام المدرب بالعديد من التغييرات. زيلينسكي لا، هذا هدف أولمو اللي إجمالا أولمو على المستوى الأداء لم يقدم أداء جيد حقيقة، لكن سجل هدف التعادل هذا مهم. لكن كذلك فراتيزي اللي سجل الهدف الرابع، والفريق دافع بشكل جيد. برشلونة حقيقة معناها موجود يمين يامال، يعني إمكانيات كبيرة جدا في سن 17 سنة. هذا اللاعب حامل برشلونة الوحيد القادر في الواحد ضد واحد أن يقوم بالفارق. لا يوجد توازن ما بين الطرف الأيمن والطرف الأيسر في برشلونة، ولذلك لو تشاهد أنه فريق الأنتر هذا يعني أنا لا أظن أن هل هذه فاول أو لا. على كل حال دامفريس كان حاسم في هذه وسجل هدف التعادل، ثم لا أحد أروخو من دخول كيف صنع به تورام. هذا نتكلموا على سوء دفاع، يعني نتكلموا على مدافع وامكانيات، ثم فراتيزي سجل الهدف الرابع. نتكلم على سوء مدافع، معناها انت لو تقوم بالخطا في هذا الجانب لما ترك لتورام. تورام على مجمل المباراتين من افضل مباريات قدمها في الشامبيونز ليج. اللاعب يمكن امكانيته تقدم في اداء اكثر من ممتاز. انتر دافع بشكل جيد ومنح الاستحواذ لبرشلونة، وهذا لا يعيب الانتر، بمعنى أن الفرق الإيطالية في كم من مباريات لو نعود يعطيك الاستحواذ. لكن برشلونة الفترة التي كان فيها قادر أن يسجل في الشوط الثاني سجل 3 أهداف، وكان قادر أن يضيف أهداف أضاع العديد من الفرص. ولذلك إذا يلوم إلا نفسه. كان تألق سومر حارس انتر. أكيد. كابتن يوسف، واليوم استمتع بمباراة أخرى، مباراة كانت فيها المتعة وكانت الأهداف، ودائما كانت سسبانس، دائما الإثارة موجودة. شوط أول كان فيه الإنتر أفضل، سجل هدفين، لكن الشوط الثاني شاهدنا تحسن كبير لفريق الأداء على مستوى الأداء، خصوصا على الأطراف، لأن جيرار يعني ربما كان سيء في الشوط الأول، لكن الشوط الثاني كان أحد أسباب عودة برشلونة. سجل هدف التعادل ثم الهدف الثاني كذلك من تمريرتين حاسمتين. المشكلة أنه في وقت من الأوقات كان البارسا أنه يقتل المباراة، خصوصا فرصة غارسيا، فرصة يامال على العارضة وتدخلات سومر. كان ممكن يقتل المباراة بهدف رابع. وهذه كرة القدم عندما لا تسجل الفرص، هذه كرة غارسيا، هذه نعم، هذه الفرصة، وفرصة كذلك يامال اصطدمت بالعارضة، والفرصة الأخرى اللي طلعها سومر اليوم كان نجم مباراة اليوم. لكن الهدف التعادل يا محمد عندي عليه أنا شك، لأنه هناك ضربة خطأ. التعادل الإنتر هدف 3-3. المشكل أنه الحكم حتى المخرج ما عادش الإعادة، وحتى الفار ما كلموش الحكم، لأن كان هناك خطأ على اللاعب مارتن بعد تدخل ديمفريس اللي حط رجله وخذ الكرة. كان الكرة رايحة. شوف بنشوف الإعادة أقرب. شوف هنا
خطا على شو التدخل؟ اول شيء تدخل ديمفريس على رجل مارتن. هنا اعاقه. المفروض نشوفها نعاودها مره اخرى، لان المشكل ما جابوش اعاده، جابوها مره واحده. فكره اشتغل عليها اكثر من مره، لو يعطينا الاعاده مره اخرى تشوف تدخل، لانه ديمفريس مشى على رجل اللاعب مارتن، وكانت هناك اعاقه. شوف هنا كانت رايح الكره، شوف رجله، شوف هنا لم يلمس الكره، هذا لمس رجل اللاعب. صحيح فاول. هي فاول، المفروض يرجع للفاول او يرجع للفار. لا يرجع الفار، من المفروض ان يعلم الحكم. شوف المخرج حتى وكان توقيت الهدف يمكن ما عاودش رجع الهدف، ما رجعش حتى للاعاده. بس المفروض ترجع، هي فاول. شوف هنا خطا ولا مش خطا؟ هذه الان وصلت الاعاده بعد نهايه المباراه يوسف. هذه اللقطه الان وصلت بعد نهايه المباراه. بعد المباراه شنو بعد المباراه لماذا؟ بعد خلاص بس اقول لك هذه زاويه اوضح. اي كان زاويه اوضح، لكن هي خطا محمد، خطا هنا. شوف بس هنا دور الفار، الحكم يمكن لا يشاهدها. شوف مباراة هذه، بس هذا خطا يعني مؤثر جدا مؤثر جدا. شوف تدخل، شوف راح برجله. هناك فاول. اعاقه، هذه فاول. المفروض يلغى الهدف ويرجع للفاول. صحيح. انا اتفق مع كابتن يوسف ان هي فاول. انا عندي مشكله مع اراوخو يا كابتن محمد، لان داخل لعيب خبره. سيبك من احنا عارفين امكانيات جارسيا، عارفين امكانيات جيرارد مارتين، انما تعالى بقى اراوخو بقى له كام سنه بيلعب في برشلونه؟ كتير. ماشي، المفروض ده خبره يشيل الولاد الصغيرين. اللي خرب بيت النهارده برشلونه يا كابتن محمد ويقدر يلام عليه هو اراوخو. الهدفين، واحد واخده بيه ترام فسحه، والتاني اتشيربي ده مش مهاجم يا كابتن محمد، ده سنتر باك، راح سرقه وحطه في ظهره وراح حاططه. الهدف الرابع راح لافف بيه ترام الناحيه العكسيه، راح لف واخد بيه ولف وهو سايبه خالص لحد ما دخل منطقه ال 18. ده تاثير الاحتياطي هنا معاه، هنا ده اراوخو فتح له السكه يا كابتن محمد، بيوصله بس ماشي. وبعدين داخل منطقه الجزاء، هم المدافعين برشلونه برضو طيبين، يعني هنا كوبارسي لعيب صغير، روح عليه قبل ما يستلم فيراتشي، قبل ما يستلم قفل عليه. هنا نفس الفكره، وسع له، خده لفه بيه، هوب اداله الفنت، فتح له تعالى انت لازم توصل هنا وتظهر خطوره على برشلونه. فهنا مشكله اراوخو يا محمد، الهدفين كان وراهم فيهم المفروض اللي يشيل الولاد الصغيرين، كشفهم. وده النهارده قيمه ان يبقى عندك حارس مرمى يشيلك. اتكلم حاتم على الدفاع، النهارده برشلونه يا كابتن محمد عمل 23 محاوله على المرمى، سومر عمل 7 تصديات، ومن السبعه 3 يخشوا وما حد لا يسال عليهم. صح. فدي حارس مرمى 3 تصديات. أيوة 7 تصديات. فده نجم المباراه، ده اللي وصل الانتر. الدفاع كويس، انما انت دخل فيك في ماتشين 6 جوان، وحارس المرمى في الماتشين شال حوالي 14 تصدي، والاهداف السته كلها صعبه. ايوه لا يلام. شال يا كابتن محمد دي الكوره دي، هذه هدف ابيض. شوف التراي بتاعه فتح جسمه ازاي وحطها، راح شايلها بس، ودي عاديه ماشي في مكانه. واللي في الشوط الاول اللي بعد كده في الشوط الثاني اللي في يعني فالتصديات ال7 لو دخل منهم 3 لا يسهل. وفي الذهاب 7 كابتن، يعني 14 تصدي في مباراتين. نصف نهائي تشامبيونز ليج. ده قيمه حارس المرمى. هو الملفت للانتباه حقيقه، يعني الانتر يعني وان كان تاهل لانه العديد تلعب على الجزئيات الكره، الجزئيات التي يختفى برشلونه، منها اروخو، من الهدف، بعض بعض في اخطاء للتحكيم. لكن العداله معاك هنا. انا لا انت عندك الفار مباراة، هذا هدف حاسم. عرفت اخر دقيقه يسجل لك هدف خطا وتحسبوا انت وما ترجعش للاعاده ما وما ترجعش للفار. الحكم لانه الاصل انه الفار الذي ينادي وليس الحكم الذي يطلب الفار. يعني نتكلم مش الفار طاقم من الحكام، حتى يعتبر الحكام صح. لا الفار هو اللي يطلب، لانه الحكم هو لا يشاهد، كما اعاد الفار في ركله جزاء مارتينيز. شوف لما يكون عندك الفار مباراة نفس هذه، لكن انا حقيقه استمتعت بيمين جمال، حقيقه لاعب ما يمكن النتيجه، لاعب سيكون افضل لاعب في العالم في السنوات القادمه. لاعب 17 سنه. برشلونه التركيز لعب برشلونه على يمين جمال، انتر تركيز يدافع 3-4 لاعبين
في اين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم في قناتكم عالم الرياضة، قناتنا وقناتكم كاملين. نتمنىكم تكونوا على خير وبخير. الخوت نذكركم في الدوري الألماني وقعت واحد الريمونتادا تاريخية البارح ما بين بروسيا دورتموند وما بين بايرن ميونخ بطل الدوري الالماني. الخوت واحد المباراه كانت مجنونه عن بروسيا دورتموند. صراحه الله حتى كان فاز بروسيا دورتموند، غادي نقولوا له مبروك مبروك ومبروك لعشاق بروسيا دورتموند بالدوري الالماني. ولكن بروسيا دورتموند تعادلت في الملعب ديالها هدفين مقابل هدفين، والبايرن ميونخ فاز في الدقائق الاخيره ب2-1 من بعد ما شاهدنا البايرن كان متعادل في الدقيقه 80 وفي الدقيقه 85 بايرن ميونخ سجل الهدف رقم الثاني ودا البطوله. ومبروك على البايرن ومبروك على عشاق بايرن ميونخ. الخوت ديالي كما شاهدنا البارح ليونيل ميسي توج بالدوري الفرنسي مع نادي باريس سان جيرمان. نادي باريس سان جيرمان مع ميسي دا 2 بطولات على التوالي، الموسم اللي قبل وهذا الموسم هذا. مبروك لعشاق ليونيل ميسي وليونيل ميسي ايضا. الخوت بغيت نسولكم، واش ليونيل ميسي سيعود الى نادي برشلونه من جديد وغادي تكون واحد الريمونتادا عاوتاني في الانتقالات الشتويه لنادي برشلونه وغادي يبقى واحد المعجزه الى رجع ميسي الى نادي برشلونه؟ انا عارفكم عشاق برشلونه باغين ان ميسي يرجع للبيت السابق ديالو اللي كان فيه. الخوت خليو لي رايكم، واش تبغيو ليونيل ميسي يعود وترجع الفرجه من جديد في الدوري الاسباني، ولا تبغيوه صافي يمشي للنصر او الهلال السعودي؟ خليو لي رايكم في التعليق، ورايكم راه مهم بالنسبه لينا حنايا. وشكرا لكم جزيلا. كان معكم الاخ رضا من قناه عالم الرياضه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.